3 ألبومات إنشادية كان لها قبول وانتشار واسع بين محبي فن الإنشاد. نرحب بضيفنا وضيفكم النجم المعروف فهد مطر. حياك الله يا أبو نايف في مراسي. يا جماعة تف ما فيكم حمية، تف صياح الضحى ما تسمعونه من يا هلا، وسعد مساك أخوي مرزوق، وسعد مسا متابعينك، وسعد مسا متابعين الأفلام في أكمله. الله يحييك. أبو نايف، كتابتك للشعر وتذوقك له هل كان لها أثر في اختياراتك للقصائد اللي تنشدها، خاصة أنك موفق في الاختيار بشهادة الكثيرين ما شاء الله؟ والله الواحد أحيانا يعني لو يثني على نفسه يقول إني أنا أختار كل شيء، وأنا لا والله يعني ربما لي ذائقة وقد تكون جيدة على ما يذكرون اللي حولي، وانفاقتني ذائقة الكثير يعني من الناحية هذه، لكن أنا لي يعني مثل ما تقول ذوق في القصائد. والله في قصائد جميلة قد لا يعني ما أوفق في لحن لها فأتركها، لكن الجميل جميل. وأنا أقول دائما يعني أقول الصوت الجميل واللحن الجميل قد يرفع من القصيدة البسيطة، وأيضا العكس، القصيدة الجميلة قد ترفع من اللحن البسيط. صحيح. لكن الذائقة في الشعر بالذات يعني يوجد عندي ذائقة أنا أعتبرها جيدة نوعا ما، وهي تتعبني ترى القصائد اللي يعني الغير جميلة ولا أستطيع أصلا أداءها، بالعكس يعني جاملت في بعض الأحيان وصارت ما نجحت سبحان الله. حلو. لكن الجميل يفرض نفسه. صحيح. طيب، صدر لك 3 ألبومات إنشادية، كيف تشوف تقبل الجمهور لها؟ والله الحمد لله يعني النجاح اللهم لك الحمد يعني، خاصة في 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 الشريط يعني الآن، خاصة والسيدي مع يعني الهاوية اللي هو قاعد يهويها الآن الشريط والسيدي، إلا أن الحمد لله يعني نعتبر من يعني الأسماء المتقدمة في هذا في المبيعات يعني في السوق الحمد لله، وناجحة اللهم لك الحمد، خاصة الأصداء عند الكبير والصغير والرجل والأنثى يعني ترى أن يعني فيه أصداء كبيرة وناجحة الحمد لله. جميل. كل يلاحظ إن في طفرة في الألبومات الإنشادية في السنوات الأخيرة عكس الدواوين الصوتية، هل هم مؤشر نجاح الإنشاد أو فيه أسباب لها الطفرة أو الوفرة؟ الإنشاد طبعا ترى مراحل وتطور، وصل إلى الآن يعني إلى مرحلة جيدة أنا أعتبرها. طبعا لم يصل المرحلة اللي ربما الآن في ذروة طبعا لها وفيه صحيح. نشاط للإنشاد، خاصة أنه صار له قبول عند المجتمع بالذات المجتمع الخليجي، لأن الإنشاد اللي يسمونه الشلة والشيلة هذا هو الموروث الأصلي للمنطقة بشكل عام. فالمنشدين كانوا في السابق كانوا يؤدون إنشاد، لكن الإنشاد كان لونه مو باللون الخليجي أو اللون البدوي أو اللون اللي يكون يعني له قبول عند أهل المنطقة، عرفت؟ أو في الخليج بشكل عام، حتى في غير الخليج كانوا يؤدون ألوان كانت عند المنشدين العرب في ذاك الوقت وكانت تؤدى عندنا، لكن لما اتجهوا لأداء الألحان الموروث للخليج بالذات صار له قبول عند أهل الخليج، والآن الحمد لله يعني صار في ازدياد، حتى يعني أنك ترى الآن حتى الصغار يحبون الشيلات، يحبون صحيح. الإنشاد اللي يعني اللي فيه صوت جميل وفيه هندسة صوتية جميلة، وهذه بعد من الأسباب اللي أنجحت الشريط الشيلات والأناشيد، اهتمام المنشد بالهندسة الصوتية. طيب، مع كثرة المنشدين وإصداراتهم ما صار عندك تخوف من تكرار إنشاد بعض القصائد اللي ممكن تكون مسبوق لها، أو تكرار ألحان يمكن تكون مكررة، خصوصا أن فهد مطر يتهم بعض الأحيان أنه يقلد بعض الفنانين أو المنشدين؟ لا شوف، أحيانا يقول حسد الفتى إذا لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء قلنا لوجهها تالله إن حسنه لقبيح. الله. أحيانا اللي بينتقدك لو تقرأ قرآن، عرفت؟ صحيح. وفي الانتقاد يعني وارد، وأي واحد يدخل في مجال الإعلام أو هذا خلاص هو عرض نفسه الآن للناس والناقدين. صحيح. وبالعكس النقد البناء هذا مرحب فيه. أولا تكرار إذا كان للأجمل ما في إشكالية، أنا بالنسبة لي عندي يعني. صحيح. عندي أنا إنه إذا كان الشيء يعني الآن في قصائد الحمد لله وفقنا فيها ونجحنا فيها، وغيري نجح في نفس الموضوع وهي مكررة، لكن اللي قبل مثلا ما أداها بشكل جيد. أيضا المشكلة أن أحيانا بعض الناس ينظر بالجزء الفارغ من الكأس،
طيب في مثلا فهد قالوا مثلا يشبه مثلا يؤدي مثلا اغاني الفنانين، يؤدي الكذا. انا ما هي للمنافسه، هذا اولا. النقطه الثانيه انا اديها لان كثير من الناس كان يطلب مني مثلا واغاني قديمه ومعروفه وكلماتها جميله، انا اديها لهم بالشكل اللي هم يبونه. النقطه الثالثه، ليش ما يقولون الله يجزى فهد خير خلى بعض الفنانين يتحول الى الانشاد والشيلات؟ ليش ينظرون العكس؟ يعني انك بس انت يا فهد، ليش ما قالوا بالعكس ان فهد وزملائه المنشدين واهل الشيلات انهم خلوا مثلا الفنانين وانهم يروحون يقدمون الشيلات لانهم راوا انها تقدم بشيء جميل وشيء رائع ولها جمهورها ومتابعينها الكثير يعني. لكن الناس سبحان الله دائما اللي ينتقدك ما ينظر للجانب الايجابي. صحيح. حلو. طيب احنا قبل ما ننهي الجزء الاول من حوارنا الممتع معك، ليت تسمعنا شيله بصوتك الرائع. طبعا اذا في قصيده قبلها يا ليت. انا بسمعكم قصيده واليوم لك لانك انت اخوي مرزوق غالي علي، ومن الاعلاميين الشباب اللي استطاع ان يجمع النقائض صراحه. الله يطول عمرك ابو نايف. قل كيف، ترى ما شكلك ما فهمت يعني ما شاء الله عليك، يعني حاولت انك تجمع ما لم يكن يجتمع. يعني انا ارى في برنامجك ما شاء الله كوكتيل يعني رائع وجميل، خاصه في عصر يعني تجد كل قناه تلفزيونيه لها حزبها وكل اذاعه لها حزبها، لكن انت في برنامجك حسيت انك جمعت الجميع يعني. وهذا من طبيعتك الطيبه ومن لانك حبيب للكل يعني. الله يطول عمرك. ما يحظى فيها الا القليل. الله يرفع قدرك. انا بسمعك يقول حظي قصص. نعم. واحلام عمري كثير. الدرب عتمه والاماني ضريره. جزعت من شوف الهقاوي معاتير، وزريت في جبر العظام الكثيره. انكرت ذاتي في زمان وبشر غير، منين ما وجهت الانظار حيره. خر الامل من كل حس وتعابير، الا انكسار العز في وجه سيره. يا قوه الله يا انعقاد الاسارير، والضيقه اللي ما لها انفاس اخيره. الحزن وانطوى الصدر لهبير وحبال، صوتي دلوها في خيره. لولا اني يجذب ونتي صبح وعصير، فجعت كل الناس في كل ديره. يحز في نفسي رماد المناعير، اللي طفى جمره وله قبل نيره، واللي صرم زرع الثقه والسباشير. لمعة سنون ملونين السريره، جذب الحياه وجيهها والمحاذير. فكت عليها الريق من دون غيره، غروب بهجة خاطري فيه تفسير. فقدان يعقوب الظناه نظير، استئمت عيش فيه للروح تزوير. وكذبت يا طعم اللقمة اللي مريرة. الفقر فقر الدين ولا الدنيا، كم نفس تملكها وتبقى فقيرة. هالوقت حدتني عليها المقادير. الود ودي عشت في وقت غيره. الله سلامتك. الله وانت سالم. طيب احنا ما نفوت الفرصة في الجزء الأول نسمع شيلة يا ابو نايف. طيب الشيلة أنا طبعا الليلة بسمعك أيضا شيلة ممكن ما نزلتها، كانت فكرتي إن ننزلها في العمل مو بالقادم هذا، شيلة 4 أو 5، فبسمعك إن شاء الله بإذن الله. جميل. لكن بعطيكم يقول اجلي خد تعرف الأقدامي امشي به. اجلي خد تعرف الأقدام يمشي به، ينثعل فوقه من الوابل رعادي. يوم جيت العد تسفح نظري به، جيت متهانه على والسوى عندي مراحي يوم قعدي. هي تقول ابغيك والقلب ما ادري به، ظنيتي ما تسيل وادي يجي وادي. الله وانت سالم. صح لسانك ابو نايف. صح بدنك. اسمحنا احنا بنطلع فاصل ونكمل بعده حوارنا الممتع معك يا ابو نايف. طيب ما عندك مشكلة. اعزائي المستمعين نطلع فاصل ونرجع بعده مع الشاعر والمنشد المبدع فهد مطر. تابعونا. ادور تحت غيمات مواعيدها همار،
ما شفت منها غير موعد معه مالي، خلاص انتهينا ما بقى للسنين امان، بعد ما قصر مرسالها مات مرسالي، هي الحين صارت راعية بيتي وام عيال، وانا الحين مثل اول على خبرها حالي، وانا الحين مثل اول على خبرها حالي، وانا الحين مثل اول على خبرها حالي. عادبه قمره مدام القمر ضاء، قمر ليالينا المقدر حجابها، اظلم علينا ليلها كنه غرام، على نور النجوم وغرابها، البارحة في عيني النوم مطاب، كله محاربها ومبغضها دابها، يا بعد نوم العين عالرمش الاهداب، ابعد من طريف الشمالي عنبها، وقفت من جديد ارحب فيكم اعزائي في مراسي، وما زلنا في ساعتنا الاولى ومع الجزء الثاني من دردشتنا وحديثنا الممتع عن الانشاد وعن الشعر مع المنشد المبدع فهد مطر، اللي تكلمنا معه قبل الفاصل عن مجموعه من القضايا اللي لها علاقه بتجربته المميزه وبالمنشدين وبساحه الانشاد. مره ثانيه نرحب بضيفكم وضيفنا المبدع فهد مطر، حياك الله يا ابو نايف. يا هلا حبيبنا مرزوق، يا مرحبا، يا هلا وسهلا. هلا وغلا ابو نايف، في الفتره الاخيره كان لك مشاركات كثيره في المهرجانات والملتقيات، ما تشوف ان المشاركات وكثرتها ممكن يكون لها اثر سلبي، خاصه ان الجمهور يحب يسمع شيء جديد؟ طبعا لو قلت لا ما انصفت في الجواب. المهرجانات هي يعني فيها شيء ايجابي وجميل، وفيها صح يعني شيء سلبي، وهي في الحقيقه القنوات اللي دائما يعني في التصوير والبث. يعني لو كانت على المهرجانات فقط بدون تصوير وبدون بث، مع انهم من حقهم انهم يعني يطلعون المهرجان اي مثلا مدينه او محافظه تسوي احتفال او مهرجان، من حقها انها تعرض للناس يعني انها قدمت شيء ودعايه اعلاميه للمحافظه او للمدينه. لكن هي سلبيتها على المنشد، لان انت يعني مثلا نزلت عمل جديد، العمل الجديد هذا كل يوم مثلا اليوم تصور في القناه الفلانيه في المكان الفلاني او في البلد الفلاني، وغدا القناه الاخرى، وانت قاعد تعيد. لكن الجمهور يعني الجمهور نفسه تلقاه يطلب الشيلات اللي انت نزلتها في الالبوم الجديد مثلا. فهي صراحه لها سلبيات ولها ايجابيات. التصوير له ايجابيات، البث هذا له ايجابيات، له سلبيات عفوا. بالنسبه لتواجدك بالعكس، يعني تواجدك والتقائك في المتابعين واللي محبين لك في كل محافظه هذا شيء جميل، وبالعكس يعني يعطيك انتشار اكثر، يعطي اي احد انت يعني اعلامي انتشار اكثر، ويعكس الصوره الايجابيه للاعلامي. لكن انا والله محرجين من القنوات لانها قاعده تحرق الاعلامي بشكل حتى في المشكله، حتى الانتاج ما هو ذاك الانتاج الجيد يعني. صحيح. لكن المشاركه في المهرجانات لابد منها يعني. وللأمانة أنت حضورك مميز في كل عمل يا أبو نايف. من ناحية المشاركات، سبق وطالبت بمشاركة المنشدين في أوبرية الجنادرية، تشوف أن المنشدين وصلوا لمستوى ممكن يحققون فيه نجاح أكبر من نجاح الفنانين في أوبرية الجنادرية؟ أنا دائما أقول أنا لم ندخل المجال هذا. أنا بالنسبة عن نفسي أنا أتكلم لما دخلت لأنافس الفنانين على فكرة، يعني كل له مجاله وكل له طريقة. لكن أنا أعتقد أن المنشدين راح يقدمون شيء جميل وشيء راقي وشيء له قبول، خاصة عند شريحة كبيرة تريد أن تشارك في يعني مع الوطن، يعني تبين يعني لها يعني أنا مثلا ليش مثلا أنا كمنشد أحرم من أوبرية الجنادرية؟ ليش ما أقدم أوبرية؟
مثلا. ليش مثلا ما اشترك انا والفنانين يعني في اوبريت، لكن بالشكل اللي يكون مقبول عند الجميع، عندي انا كمنشد وعند الفنانين. عرفت كيف؟ حلو. وعنده انا اعتقد ان المنشد راح يبدع، خاصه احنا في على خشبه المسرح نقدم لايف وعلى الهواء مباشره ولايف وبدون اي يعني الات او بدون اي شيء، ومع ذلك تقدم بشكل يعني ما عندك نشاز في صوتك، تقدم بشكل لائق وجميل يطرب له من يسمع. يعني هذا شيء يعني اعتقد انه بيكون شيء جميل ورائع يعني. جميل. طيب في الفترة اللي راحت لاحظنا أن فهد مطر دعم عدد من المنشدين الجدد، يعني كلمنا عن هالموضوع ومن أبرز الأسماء اللي لفتت نظرك في الفترة اللي راحت. والله في أسماء جميلة، سواء يعني أنا يعني مثلا أنا صراحة ما دعمت يعني الدعم ربما هم من طيبهم يعني وتقديرهم أنهم يقولون دعمنا فهد، ما يعني في الحقيقة أنا ما دعمت يعني كدعم يعني الواحد، لكن ربما توجيه، ربما يعني خلاصة خبرة يعني يقدمها للمنشدين المبتدئين. مثلا عندك أصوات جميلة صراحة في الإنشاد اليوم وفي الشيلات، في أصوات يعني مبدعة يعني أحيانا كثير مثلا لو رحنا مثلا مثلا الفن والطرب والى اخره تجد كثير أصوات يعني أغلبها يعني حتى نشاز حتى إنما تغطي عليها الموسيقى لكن في الإنشاد لا، وفي الشيلات تجد لا أصوات جميلة أصلا رائعة، يعني أصوات رائعة. فهذه الأصوات أحيانا ينقصها بعض التوجيهات، يعني تجد صوت جميل لكن ما عنده اختيار للقصائد الجميلة والجزلة، صوت جميل لكن لا يوفق في اختيار الموضوع، صوت جميل لكن ما وجد مثلا الداعم اللي يعني يحاول أنه يبرزه وأنه يقدم الرسالة اللي هو قاعد يعني يؤديها. في أصوات يعني أنا مثلا معجب بأصوات مثلا عند من الناس اللي صراحة كان يستشيرني كثير ومن الأصدقاء، هو يعتبر الآن في منير البقمي، في أصوات جميلة يعني أنا لو بقيت أحسبهم الآن طال الليل فينا. بس عاد وحقيقة أنا بالنسبة لي أرى أن رسالة الإنشاد والشيلات مو بلازم تصل بفهد مطر، تصل بأي اسم، تصل بأي أحد، أهم شيء أن الرسالة تصل. هذا أنا سواء كنت أنا يعني أنا فعلا اللي وصلتها ووصلها غيري، لا، إنما هي رسالة وضع الإنسان ربما خط أو طريق لها يستطيع من خلالها يعني إن غيره يوصل تلك الرسالة، يعني هذا هو هذا هدفي يعني. جميل. طيب قرأنا لك تصريح عن وجود نية لإنتاج عمل باللغة العربية الفصحى، ودي تكلمنا عن هالموضوع. هذا العمل أصلا الآن بديت فيه أنا العمل هذا بالأمانة، سجلت منها 2 تقريبا، وهي قصائد يعني ما بين القصائد الزهديات وقصائد فيها تمجيد وقصائد يعني رائعة ومحبوبة حتى للناس. ودائما الواحد يحاول أنه يختار القصائد اللي فيها بيت أحيانا الناس يرددون، خاصة أن ما شاء الله يعني في الأدب العربي في قصائد يعني لو يعني عندي من المال يعني الكثير لا يعني كتبتها بالذهب على صحاف مفضلة الله، لأنها رائعة وجميلة، ودك أنك تنقل الموروث دام الناس قبلوا. طبعا الفصحى لغتنا صراحة الآن العامية أو السائدة، اللغة السائدة ويسمونها اللهجة السائدة غطت عليها، فودك أنك دام الناس قبلوا وصار لك قبول عندهم بالعامية وباللهجة وبالقصائد النبطية، تريد أن من خلال صوتك أنك توصل لهم القصيد قصيد اللي يسمونه الأدب العربي بصوتك كما وصلت لهم يعني القصائد الأخرى في وقتنا هذا. حلو. هذه هي الفكرة يعني. طيب قبل ما نسمع جديد فهد مطر في الشعر والإنشاد، بنسمع وش جديدة في الفترة الجاية من إصدارات؟ أنا عندي الآن طبعا إن شاء الله بإذن الله عز وجل مع مؤسسة منارات السلام شيلات فهد مطر 4 بإذن الله عز وجل، وقاعد أعد لها الآن سجلنا يمكن حوالي 12 تقريبا شيلة، ما بين شيلة ونشودة على مسميات البعض. حاولنا يعني أنا بالذات أحب القصائد القديمة، نوعت فيه يعني حاولت أنوع في المواضيع، أنوع في في القصائد، جديد وقديم حديث،
فأحاول يعني إني أمزج يعني بين الأذواق يعني كما حلو. حصل يعني في الألبومات السابقة. جميل. طيب نبي نسمع جديدك كشعر. أنا بسمعكم طبعا اللي هي الليل بين أسرار خضر القلوب. هذه لحنا جديدة ما قد أديتها يعني في هذا، ولا القصيدة حتى يعني أديتها قبل. جميل. فعاد هذه لك هدية طبعا. الله يطول عمرك يا بعد. والأيمن وللمستمعين الله جميعا. يطول عمرك. تسلم. يقول الليل بين أسرار خضر القلوب، اللي زهر غفوتها بهدوى، يصغي لها من بعد وقت الغروب، لين النهار يفض جمع الهوى. يا ليل حملت العيون الذنوب، ما فيه عضو بنعطاها منكوى، والحب ما هو ذنب كله وسوء، مثل لكل امرئ ما ولبه لبه لبه يا من وتأثير الحروب. شوفتها له والياس له ضوى، البعد سارني والخطوب الخطوب، فرقة مثل فرق المرض للدواء، واللي علامتني يشد الكروب، فقدان من قلبي بحبه روا، قربه وطا والشوق فيني يشعور، الله مزج روحي وروحه سوا. أقفى وأنا أتحراه من كل صوب، حتى إني أتنشد نسيم الهوى، حلمت بالفرحة وحلمي كذوب، نبهني الواقع وديبه عوى، مدري متى القى للنجاه الدروب، الحظ باير والنخيت هزوة، وجه الفرج بايس ودايم شحوب، وإن قلت بشر قال مالك لوى، صبري رماد وجور وقتي هبوب، يا قوة الله ما لغيره قوة. الله سلامتك. الله الله الله، صح لسانك ابو نايف. هذه طبعا اهداء لكم، وهي طبعا من الحاني ومن كلماتي والحاني، واتمنى انها ترتقي لذائقتكم ولذائقة المستمعين. ابداع، الله يعطيك العافيه ابو نايف. الشاعر والمنشد الكبير فهد مطر، نشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا في مراسي الليله. الله يرفع قدرك يا اخوي مرزوق، وشكر لك وشكر القائمين على هذا البرنامج الرائع. وحقيقة أنا ما ودي أمدحك في وجهك ولا أمدح برنامجك يعني يعني وهو صراحة ما أستطيع إلا أن أقول لك شكرا يعني، وشكرا لو بعبر عنها ما تحتها من كلمات رائعة وجميلة تليق فيك لطال بنا المقام. الله يرفع قدرك أبو نايف ويطول عمرك ويوفقنا وياك. أعزائي إذن بعد لقائنا مع المنشد النجم فهد مطر نطلع لفاصل قصير،